هلو يا حلوين، تعالى اقول لكم على حاجه حلوه جدا عالجت لي كل مشاكل الشفايف، سواء التشققات او اللون الغامق او ان هي مش حلوه لما باجي احط لها روج بيبقى فيها زيادات وحاجات وحشه كده. كل ده حله ماسك الشفايف الكوري ليه بسليبنج ماسك. بتحطيه قبل ما تنامي، بس كده بتصحي الصبح بتلاقي شفايفك فعليا اتغيرت واتحولت وشكلها بقى مختلف وبقت ناعمه وبقت جميله. كل ده بمنتج واحد. بعد ما جربته فتره حبيت ان انا اقول لكم عليه لان هو فعليا يستاهل ان انتوا تجربوه. دلوقتي بقى هنام وحابه كمان اوريكم شكل الشفايف بعد ما صحيت بيكون عامل ازاي. روتين بسيط قوي لشفايفك هتعمليه. هنا بقى كنت صحيت من النوم، كنت حابه اوريكم اول ما بصحى بتكون عامله ازاي بعد لما امسح الماسك. بتحسي ان شفايفك ناعمه، ما فيهاش اي زيادات، ما فيهاش اي تشققات. لو حابه تحط لها روج هتلاقيها حلوه جدا جدا جدا، وكل ده بمنتج واحد بس هتستخدميه لروتين شفايفك. وبما اننا صحينا يلا بقى نحط ميك اب وننزل. بس بما اننا في حر ويعني الجو فظيع لازم نحط حاجه تكون بسيطه، مش هنزود ميك اب قوي. بما اني نازله في الحر وفي الشمس فانا محتاجه كريم بديل فاونديشن وسان بلوك في نفس الوقت، فاكيد هستخدم كريم ديزار. عايزه اقول لكم بستخدم كريم ديزار لوحده، ولا كونسيلر ولا باودر ولا اي حاجه، هو لوحده بس كفايه ان انا انزل بيه في الحر وانزل بيه كمان الصبح. ده يا جماعه بيكون سان بلوك، بيكون بديل فاونديشن، فيه فيتامين سي مهم للبشره، يعني في نفس الوقت تحسي ان هو كريم فاونديشن وعلاجي وصن بلوك، فانت استخدمتي كل ده في كريم واحد ودي نتيجته. تعالوا بقى بعد لما خلاص كده وحدنا لون بشرتنا وفي نفس الوقت في نسبه صن بلوك، تعالوا بقى نعمل حاجه سريعه للحواجب. بصوا بقى يا جماعه، صابونه شيجلام دي بجد تحفه، هي صابونه جل مش صابونه بقى كده. انا المره دي قررت ان انا استخدمها من غير ما ارش عليها ميه ورد او اي حاجه، عشان تشوفوا المره اللي فاتت لما جربتها معاكم كنت رش عليها ميه ورد. مجرد ان انا بسرح بيها حواجبي بتكون حلوه جدا وبتبقى ثابته معاكي. لو اقول لك 24 ساعه مش هتصدقي، بس بجد من اول ما بتحطيها لحد ما ترجعي حواجبك بتفضل بنفس الشكل اللي انتي عملتي الحواجب بيها. بعمل كده، وبعد كده بعمل حاجه بسيطه جدا ان انا بجيب باودر الحواجب اي نوع عندك، انا بحب ان مثلا، وبرسم كده نهايه الحواجب اللي هو يعني الخط اللي تحت ده بس. وعايزه اقول لك هتفضل على طول حواجبك ثابته بصابونه شجلام. الصابونه حلوه جدا غير كل الصابون بتاع الحواجب، بجد الجل بتاعها حلو قوي قوي وثابت، وبتخلي شكل الحواجب طبيعي ومناسب قوي لان انت تعملي حاجه طبيعيه. دي كانت شكل الحواجب اهو زي ما انتم شايفين بالصابونه. طيب احنا مش عايزين نحط ميك اب ولا اي حاجه، احنا عايزين ننجز بسرعه كده والدنيا حر. حطيت بقى ماسكاره ميبيلين. الماسكاره دي حلوه جدا وطبيعيه، وعايزه اقول لكم مش بتضر الرموش خالص على عكس ماسكارات تانية. بصوا بتدي فوليوم حلو قوي. بصوا الفرق ما بين العين دي والعين دي، وريحتها حلوه. دي اكتر حاجه انا بحبها، ان الحاجه تكون ريحتها حلوه. طبعا يا جماعه طبعا هي نظيفه جدا، نوعها حلو جدا زي ما انتم شايفين، بتدي فوليوم فظيع وفي نفس الوقت مش بتضر الرموش. هنا حطيت تنت بسيط جدا، بسيط كده، علشان بما اننا نازلين في حر وشمس ومش محتاجين بقى ان احنا نحط طبقات كتير على وشنا، احنا عايزين نكون يعني اسرع حاجه وفي نفس الوقت ما نبقاش حرانين جدا. نيجي بقى للنقطه المهمه، بعد ما خلينا عملنا روتين شفايف تحفه هنحط الروج القمر ده، وهو روج كيكو. طبعا كيكو يا جماعه ما حدش يقدر يقول ان هو يعني ما حدش يقدر يتكلم عليه، الدرجه دي تحفه، درجه 102. انا كده حطيت الروج، لونه حلو قوي طبيعي مناسب جدا للخروج بالنهار وبالليل وفي اي وقت، اللون يجنن. بعد كده قررت ان انا احط بقى الجلوس بتاعه عشان تشوفوا الشكل كده وكده. عايز اقول لكم بس هو ده اللوك البسيط اللي هنعمله بما اننا نازلين بالنهار ومش حابين ان احنا نحط حاجات كتير، وفي نفس الوقت بقينا امامير جدا وحلوين جدا. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وكومنت وشير. باي باي.